السلام عليكم. النهاردة معانا فكرة جديدة هنطلعها من الدريس ده، وكمان معانا شميز هنعرف ازاي نعمل منهم حاجات تتلبس على جيب وتكون عملية. تابعوا معايا الفيديو للنهاية هتنبهروا بالنتيجة وازاي طلعنا منهم الحاجات دي، وان شاء الله تستفيدوا من الفكرة. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ فكرة النهاردة معانا الدريس اللي كان معانا ده، ومعانا الشميز ده. هنبدأ بالدريس، هنطلع منه قطعتين. القطعة الأولى هتبقى عبارة عن بلوزة. الدريس معانا زي ما انتوا شفتوا كده، هنبتدي ان احنا نقص منه الجزء اللي فوق ده بالكم زي ما هو، مش هنعمل فيه اي حاجة غير اننا هناخد منه شريطة. هنبتدي ان احنا نظبط الوسع بتاع الجناب بتاعته مع المستوى اللي هيبقى عليه ان هو هيبقى قصير، ونبتدي نعمل له شريطة بسيطة جدا بكسر بسيطة في نهاية البلوزة، هتشوفوها في نهاية الفكرة. هنا ابتدينا نقص الجزء اللي فوق ده، هنشيله خالص من الشغل، وهيبقى الجزء اللي تحت ده هنبتدي نطلع منه كل قطعة على بعضها من القماش بحيث ان احنا نطلع منه حاجة. هنا كان ممكن نعمل منه افكار كذا فكرة على فكرة. يعني ممكن تعملي من الجزء ده تعملي منه كاشميو، ممكن يتعمل منه بلوزة قط تتلبس في البيت او بلوزة كم. بس هنا صاحبة الدريس حبت ان هي تعمل فكرة تلبسها بره على شميز او كده، فعملت توب واستخدمت فيه الجيبين اللي كانوا موجودين في الدريس وركبتهم عليه برضو بنفس الفكرة. ابتدينا هنا ان احنا نطلع الجزء الخلفي لانه هو ده القطعة الوحيدة اللي سليمة على بعضها بالنسبة لنا في القماش، وابتدينا ان احنا نشغلها معانا في الطب. خدنا هنا الجزء الخلفي هنبتدي ان احنا نقصه زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو كده. بتمنى يكون الفيديو واضح بالنسبة لكم. وبعد كده هنبتدي ان احنا نطبقه على 2 عشان خاطر هيبقى ده عرض القماش كله معانا. وبعد كده هبتدي ان انا اكمل الطب من الجنبين اللي هيطلعوا اللي هما الاماميين اللي كانوا معانا. ده كده الهيكل الاساسي بتاع الطب بتاعنا. تمام. بعد كده بقى هبتدي ان انا اجيب الجزء اللي فوق ده وهقص منه الامامي بتاع الطب والخلفي. انا هنا حبيت اخلي الطب يكون طويل شوية عشان لو هي هتلبسه على حاجة خروج، وفي نفس الوقت ان فوق يبقى يعني مقفول. مش لو انا عملته من نفس القماشة دي كنت هضطر اخليه واطي شوية، لكن هنا انا هخليه مقفول لحد فوق بشكل مريح بالنسبة اللي هتلبسه. هبتدي ان انا هنا اخد ده كده والتقفيل على المكنة هيبقى نظام ان انا هقفل ده سمبوكسة من جوه كده، يبقى تقفيل على نضيف عشان ياخد راحة حوض الرقبة بتاع سقط الطب. بعد كده هقص الجزء ده هيعملوا الحمالات بتاعة الطب. الحمالات هنا مش هتبقى رفيعة، هتبقى لحد ما متوسطة يعني. هنا ده هيبقى حمالتين. هبتدي ان انا اقصهم. يبقى كده بالنسبة لنا كده فاضل الجزء اللي هو الخلفي بتاع الطب بس. هناخده من القطعة اللي باقية من الجزء الامامي. تمام كده. اتمنى يكون الفكرة واضحة بالنسبة لكم. هبتدي ان انا اقفله بالطريقة دي كمان على المكنة عشان خاطر ان التقفيل يطلع نظيف، وانتوا هتشوفوا دلوقتي معانا التقفيل هيبقى عامل ازاي. هنا الجزء اللي احنا قصيناه ده التكملة بتاعة الطب، العرض بتاع القماش بتاع الظهر. هناخد القطعة دي عشان نعملها للخلف، ويبقى كده معانا الطب كامل. زي ما انتوا شايفين كده يعتبر يعني ايه الفكرة لحد ما تكون كملت. هيبقى هنا كشكشة بسيطة كده من تحت الصدر، والجزء الخلفي ده انا بحاول اوريهولكم ان ده اللي هيبقى ناحية ورا، لان انا للأسف هنا في الشغل ده انا ما صورتش على المكنة، الفيديو ما ظبطش خالص فمعرفتش انا اصور لكم، فبحاول ان انا اوضح لكم المعلومة اللي انا هعمل ايه وانا بقفله. هنا دول الجيبين اهم بفكهم معاكم. هبتدي ان انا افكهم وهثبت ده طبعا في النهاية بعد
ما اكون خلصت الشغل ده. انا بحاول اشرح انا هعمل ايه والفكرة تمت ازاي. هو ده كده الطب. هبتدي انا هقفله على المكنة وهوريكم النتيجة على طول. وده الجزء اللي فوق ما عملناش فيه اي حاجة غير اننا هنضيف عليه الجزء بتاع القطعة اللي هي دي. شايفين هو ده كده الجزء ده. بس انا هقفله بقى على المكنة بالشريطة زي ما انا اتفقت معاكم. اوريكم النتيجة بتاعتها بكل بساطة. ورجعت حاجة ما كانتش بتتلبس رجعنا نلبسها تاني. ده كده بعد ما تقفل على المكنة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بالظبط زي ما الى حد ما انا شرحت لكم في الفيديو. وهنا الجزء اللي فوق ابتديت ان انا عملت الكشكشة دي من تحت بحيث ان هي تدي تقل تفرد القماشة وفي نفس الوقت تدي قيمة للبلوزة وتطولها شوية. ودي كانت الفكرة الاولى من الدريس اللي كان معانا. كل فكرة من اعادة التدوير هي بالنسبة لي حاجة مهمة ان انا هي رسالتي في القناة هي فكرة ان احنا ازاي نخلي من حاجة مش قادرين نستخدمها ان احنا نقدر نستخدمها وبنفسنا. وهو كل حاجة مجرد الفكرة. هنا الشميز ده طويل بزيادة ما يتلبس على جيبة او مش مريح في اللبس على جيبة. ابتدينا ان احنا برضو هنا هقصه معاكم بفكرة بسيطة جدا. ان احنا هنبتدي ان احنا ناخده بدوران من الامام مع دوران ازيد من الخلف واطول بحيث ان هو يتلبس على جيبة مثلا كالوش او كده فيبقى معانا بشكل برضو لذيذ وجميل. البنت بصراحة صاحبة الحاجة انبهرت بالنتيجة بتاعة الحاجة لانها فعلا ما كانتش بتلبس الحاجة دي. طريقة القص بقى زي ما انتوا شايفين كده ما ينفعش ان انا احط الجنبين على بعض زي ما اكون بقص عادي. لا انا هقص الامامي لوحده والخلفي لوحده واعمل حساب الدوران اللي في وسط اللي ما بين الدوران الامامي والخلفي ان هو يجي بنفس الدوران من الوسط بس وهو نازل في الخلف يبقى زايد شوية. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الدوران على الدوران بحيث ان انا وانا جاي من عند الخياطة يبقى جاي بشكل سليم بس من ورا هيبقى اطول من قدام. بتمنى يكون التصوير واضح بالنسبة لكم. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا اقص ده من ورا كده ويبقى بالنسبة لنا كده الشميز ده جاهز ان هو يتلبس على جيبة كالوش او جيبة بليسيه. بيبقى طبعا شكله جميل جدا. وهبتدي ان انا اقفل بس ده على المكنة ويبقى بالنسبة لي ده كده جاهز على اللبس. بتمنى يعجبكم الفيديو. بتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا تشتركوا معانا في القناة وتشعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واتمنى لو حد نفذ فكرة من الافكار يبعتها لنا في التعليقات. بتمنى يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه وتشاركوه مع اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.